ليه زيادة المبيعات ممكن تكون أخطر قرار في مشروعك؟ أهلا بيكم في الجزء الثاني من سلسلة أخطر قرارات ممكن توقع مشروعك. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والفولو والشير، ويلا بينا. في صاحب مشروع كان فرحان إن مبيعاته زادت 3 أضعاف، والصدمة إن بعد 6 شهور اكتشف إنه بيخسر أكتر من الأول. طيب إزاي مشروع بيبيع أكتر يخسر أكتر؟ خلينا نحط السيناريو بتاع الحلقة قدامنا. المبيعات زادت 3 أضعاف لكن الربح ثابت أو قل، وأنت دلوقتي لازم تاخد القرار. أول حاجة تستثمر وتزود المبيعات أكتر، تاني حاجة توقف النمو وتراجع الربحية، تالت حاجة تقلل العملاء الأقل ربحية. اختار معايا بسرعة قبل ما نحل. معاك 5 ثواني وهستنى إجابتك في التعليقات. اختار رقم 1 أو 2 أو 3. لو اخترت رقم 1 نستثمر ونزود المبيعات أكتر، ده القرار الطبيعي، لكن غالبا اختارهم. طيب ليه؟ لأنك بتفترض إن المشكلة في الحجم، لكن الحقيقة إن المشكلة في كل عملية بيع نفسها. يعني ممكن تكون بتكسب 5 جنيه من كل منتج لكن بتصرف 7 جنيه علشان تبيع. كل ما تزود مبيعات كل ما الخسارة تكبر أكتر. ده اسمه نموذج توسع ضعيف. وهنا ندخل على الاختيار الثاني. لو اخترت رقم 2 توقف النمو وتراجع الربحية، ده قرار صعب نفسيا فعلا، لأنك بتحس ببساطة إنك بترجع لورا، لكن إداريا ده قرار ذكي، لأنك بتوقف علشان تعرف فين الفلوس بتضيع. هل في التسعير ولا التكلفة ولا المصاريف؟ بس المشكلة هنا انك بتدفع ثمن الوقت. منافسينك ممكن يكبروا اسرع منك. ثالث حاجة نقلل العملاء الاقل ربحية، وده اعلى مستوى تفكير في الثلاثة. انت هنا مش بتسأل نبيع كام، انت بتسأل نبيع لمين. ممكن تكتشف ان 30% من العملاء بيعملوا 70% من المشاكل وبيهلكوا هامش الربح بتاعك. لما تستغنى عنهم المبيعات تقل لكن الربح يزيد والتشغيل هيبقى انضف. المشكلة مش في ان المبيعات زادت، المشكلة انك كبرت قبل ما تتأكد ان كل عملية بيع مربحة بالنسبة لك. مش كل نمو تعتبره نجاح، في نمو بيحرق الشركة وهي بتكبر. صاحب المشروع الشاطر مش اللي يعرف يبيع اكتر، لكن اللي يعرف يبيع ايه وما يبيعش ايه. لو مشروعك بيكبر دلوقتي اسأل نفسك سؤال: انا بكبر صح ولا بكبر وخلاص؟ ونيجي هنا لسؤال مهم. لو اكتشفت ان نموذج الربح نفسه فيه مشكلة، هل تتوسع علشان تعوض الخسارة ولا توقف وتراجع حساباتك؟ وده هيكون موضوع الحلقة الجاية بإذن الله. هستنى اجاباتكم في التعليقات. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.